من النهاردة مش هتجيبيه من بره تاني. بتحبيشة وتتبيلة محلات الشارع والعربيات هنعمل أحلى سجق اسكندراني في البيت، أنضف وأضمن لولادنا. حبة سندوتشات بقى ينفعوا في النوادي وكمان المصايف، ويرحموكي من الوقفة في المطبخ. يلا بقى نشوف هنعمله ازاي بطريقة خطيرة. أتمنى تعملوا لي سبسكرايب، ويلا نشوف هنعمله ازاي. في طاسة عميقة أو حلة زي ما انتم شايفين كده هنزل بكمية السجق بتاعي. السجق ده بلدي، جبت كيلو من عند الجزار. محطتش أي مادة دهنية في الطاسة عشان هكتفي بالدهون اللي هينزلها السجق. بعد ما شوحت السجق وغير لونه معايا كده هنزل ببصلاية كبيرة أو بصلتين متوسطين. تقدروا تكتروا كمية البصل على حسب الرغبة، يعني لو بتحبوا بصل أكتر من كده زودوا. هنقلب البصلة مع السجق لحد ما تدبل وتتشوح كويس. اول ما البصله بتاعتي اتشوحت وغيرت لونها هوسع مكان في الطاسه عشان انزل بالثوم المفروم. انا عندي كده 4 5 فصوص ثوم مفرومين ومعاهم كزبره ناشفه، بتدي ريحه حلوه قوي وهو بيتشوح. بعد ما نزلت بالثوم بتاعي هقلبه كده شويه يتشوح علشان يدي الريحه بتاعته، وبعد كده هرجع اقلبه مع كميه السجق تاني. اول ما يتشوح معايا كويس ويطلع ريحته هنزل بالطماطم. عندي طماطمايه كبيره متقطعه مكعبات صغيره زي ما انتم شايفين. ممكن برضو تحطي طماطمايه تاني لو بتحبي السوائل زياده فيه. وبعد كده هنزل بكميه الفلفل بتاعتي. انا هنا استعملت فلفل اخضر وفلفل الوان، تقدروا تستغنوا عن الفلفل الالوان وتقدروا تحطوا كمان فلفل حار. تبلتهم بملح وفلفل اسود وكمون علشان اتبل الخضار بتاعي اللي في السجق، ويطلع برضو طعمه حلو، ما يطلعش دلع. وهنا هعمل سلطة الطحينة بتاعتي. هحط عليها فصين من الثوم اللي اتبقوا من خلطة السجق، وهحط ملح، فلفل اسود، كمون، وشعراية من ال7 بهارات، وزيت وخل، وطبعا عصرة ليمون. هقلب وهظبط الطحينة بتاعتي وبقت عندي احلى سلطة طحينة. هتبقى خطيرة مع السندوتشات. طبعا سندوتش السجق ما ينفعش يتعمل من غير سلطة الطحينة. هنا بقى السجق بتاعي استوى وبقى خطير. شوفوا لي ريحته وطعمته وحلاوته. انا متأكدة ان انتوا هتجربوها وهيعجبكم. اتمنى تعملوا لي سبسكرايب ولايك وشير لو عجبكم الفيديو.